مساء الخير، مساء المحبة، مساء السعادة والأمل. حلقة جديدة، ضيوف غاليين على قلبي، هم أصدقائي اثنيناتهم، بس شو خايفين مني، يعني أسمعهم بالكواليس يتشاورون، يقولون راح يختلف علينا بالبرنامج. جابه تراني قلبي طيب، الموسيقار الكبير الأستاذ الكود زاهير، نجمة ذا فوز الجميلة لمياء جمال. يعني هيك مو زين، بدينا جو، خلاص بدينا الحلقة. بسم الله. بسم الله. بسم مساء الله. الخير، رحب بيك. مساء النور كاكا نزار الورد الحبيب. الله أنا يخليك. سعيد جدا إيه؟ مع حضرتك. طلعنا كم لقاءات من أكيد. قبل، وسعيد جدا كمان مع مطربة فنانة الكبيرة بالفن والصغيرة بالعمر، الله لمياء جمال، من أعز أصدقائي وفنانات اللي أفتخر اشتغلت معها. الله يخليك. مساء الخير لمياء، مساء الورد. شلون صحتك؟ الحمد لله. بس احنا اصدقاء ثلاثتنا أكيد أصدقاء. على حب الله. ليش تقولون نزار راح يحرجنا؟ اسمعهم بالكواليس يقولون نزار يحرجنا، ليش احرجك؟ هيك انا اخوف. لا، هذا وجه الملائكه بس لأنه أصدقائك نعرفك. يعني انا مو زين. ايوه صح. يعني انا مو زين يا جماعه. لو مو ما زين. لا بالعكس زين. آه. بس ما أعرف يعني مقالبك، عندك مقالب. مقالب. لا والله. قالباتك أكثر من كثير. الله. بس يا أنت صديق كويس. كويس. أهم شيء إيه، راحت أكيد. 3 دقائق من برنامج حلو. يلا يلا ان شاء لسه الله. بخير. عجبتني كلمه كويس. كويس حلوه. انا كويس يا جماعه، بامانه كويس جدا. أوف. شلون راح نبدي، شلون راح ننتهي؟ ما شاء الله. على شبكات التواصل الاجتماعي عندكم مقاطع حصلت على ملايين المشاهدات. أعاني في نفسي. شلون جت الفكرة، أو خلي تغني على طول إنه لمياء جمال نجمة ذا فويس من تونس غنت أغنية باللغة الإيرانية الفارسية. إيه. صح؟ أكو مقطع عندك بسيط نسمعه؟ على طول بدون تحضير. ديريكت يعني بالمايك. ديريكت بالمايك هيك شوية. كم بدون نفس كشيدة. يعني أنا متشوق. بيت نفس کشیدن برای من حرومه حرومي از تو جدا نبودن نبودن همیشه آرزومه عشق من و تو افسوس قصه اینو تمومه تمومه کاش که منم میگفتم اوف. عاشق کدومه سرم هرچی میاره میگم عیبی نداره خدا خودش رحیمه یه روز شادی یه روز غم یه روز زیادی یه روز کم کاری استا کریمه. الله. يعني والله شيء جميل وكبير. فنانة من تونس تغني أغنية إيرانية وبيها إحساس كبير. طبعا. لمياء فاجأتيني. عايشك نزار. منين هذه كاكا الفكرة؟ شلون؟ والله تفضل. العبقري العبقري. شلون هاي جت؟ النابغة ما شاء الله عليه. شكرا. شلون تغني؟ شكرا. شلون؟ أول شيء أنا ولمياء طبعا صرنا 5 سنين تقريبا عرفنا على بعض وعملنا فيديوهات كتير دخلت على قلوب الناس. أكيد. أول ما جيتنا الفكرة الريلز، لأنه بصراحة هو إحنا الأول شخص اللي بلشنا بفيديو الريلز. إيه، ما كان موجودة لا عربيا ولا أي قومية تانية. بلشت بالأغاني، صارت المشاهدات ما شاء الله ملايين بوطن العربي. أكيد نحكي بيها، بس كإيراني. أوكي. شلون؟ إيه. غنت كردي، لغة كردية بكذا لهجات. بعدين في يوم من أيام هذا الأغنية فنانة عهدية، أنا كنت حطيتها بالكمبيوتر سمعها، حبت، قال ما مصر كيف نغني هذا الشيء، كيف نحاول نغني. عملنا فيديو صغير وسافرت هي. لما رجعت، أول ما رجعت كانت سافرت لبلد عربي. نعم. قال ما مصطفى خلينا نسجل الأغنية الفارسية. قلنا أنا فكرت بالبداية، قلت له شوية صعبة اللهجة، ولكن أنت قادرة لأنه غنيت غير اللغة العربية. صح. كردي أكيد راح تغني اللغة. أنت تفهم يعني. أنا أتكلم اللغة الفارسية. أنا أتكلم فارسي بيرفكت. بيرفكت. نعم. أي كلمة فارسي أي شيء. سلام خوبي، حالي شما خوبة، خوب هستي شما؟ بله فارسي بلدم. ما مصطفى شلون فارسي يا صالح؟ شلون تعرف فارسي أنت؟ أنا تعلمت بألمانيا، كنت بجامعة وقت اللي درست الموسيقى بألمانيا. موجودة كان حدا شخصية إيرانية ببلد رشت معي، كان بالجامعة وتعلمت اللغة معه. جميل. يعني يا جماعة الموسيقار الكردي الكبير أستاذ الكود زاهير يجيد اللغة الإيرانية. كثير لغات يجيد. كذا لغة. خوبي يعني شنو خوبي؟ خوبي يعني زين أنت، خوبي شو ما؟ حضرتك زين؟
إيه. كثير شو والله تريد تقصد أقول؟ ولا قلم بفارسي؟ بفارسي خيلي خوب، يعني كتير زين. خيلي خيل يعني كتير. كتير. زور. زور. حلو. خليني أكمل لك الموضوع. إيه. بعدين لما رجعت جبت الأغنية، كتبت كلام باللغة الفرنسية، يعني تونسي على فرنسي. فرنسي على هيك. كتب الكلام هي، ودخلت استوديو قطعة كانت تسمعها وسجل، ولما نزلنا الأغنية ملايين مشاهدات بالإيران. أجادت صدمة. هي بأمانة. على فكرة عندي شيء راح أقوله، أنت كنت موجود يوم اللي سمعنا الأغنية، أول مرة سمعني ماموسة الأغنية. والله إيه، بالاستوديو كنت موجود، جيت على الاستوديو يومتها. مغيب أنا ناس الدنيا. إيه. تقول لي كنت كنت موجود. أنا موجود يا جماعة، كنت أنا ما أدري شو موجود. أنتوا قلتوا لي هسه أنا موجود. أتذكر موجود بأمانة أنا ما أدري. إيه. أنا موجود. موجود شحمي وبلحمي كلك. جميل. احنا اكيد اصدقاء نحتاج بصداقتكم. لمياء انت نجمه ذا فويس ونجمه كبيره اكيد. ما حردش والله ايش فيك تبعي لا تخافين. نجمه كبيره وهي خايفه مني ما ادري ليش. ما خاف. لا. اكو مقطع هذه مال الله يا بابا مخرج جاهزه. جابت هذه بذا فويس. خلينا نذكر المشاهدين نجمه ذا فويس شوفوها هنا غنت واجادت. غنيتي هنا بالانجلش صح؟ انجلش وعربي. ومن غنيتي عربي يا بدع الورد. يا بدع الورد يا جمال. يلا انطلق. يا بدع الورد يا جمال الورد، يا بدع الورد يا جمال الورد، من سحر الوصف قالوا عالخد الورد الورد يا جماله. الله شكرا ماموستا. ابدعت في ذا فويس طبعا. واللجنه اربعه كل اللغات. يعني لفوا للمياء. وهي راحت مع جميل اكيد الفنان الكبير صابر الرباعي. اليوم في برنامجي انت كنت من فريق الكبير صابر الرباعي، ماذا تقولين لهذا الفنان العظيم؟ مسيره فنيه صابر الرباعي حافله بالنجاحات. احنا العراقيين نعشق صابر. انا شفته مع الموزع الكبير العراقي احمد جوزي متعامل هو، فتفرحت قلت لاحمد جوزي يا ريتنا نشوفه ناخذ صوره مع صابر الرباعي نفتخر بالصوره. انت كنت من فريق صابر الرباعي وغنيتي له الله يا بابا قبل لا تحكي فتشي من الله يا بابا لصابر الرباعي الكبير وبعدين نمدح هذا العظيم. معايا بس تغنوها معايا. اكيد انا صوتي جميل اغني. هي بالاساس تراث صح؟ هي تراثي. تراث. اي بس هي تراث احسن. بس هو يعني انحسبت لي صابر وين كانت تراث. صارت اغنيه صابر رباعي هي تراث بالاصل. اكيد بس صابر شهرها كثير. شهرها صارت إله مو لي تراث. إله خلاص إله. ايوه ما بس احسن. اللي صابر. يلا. الله يا بابا وسلام عليك يا بابا. الله يا بابا وسلام عليك يا بابا. سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور هاي واشهد بالله ما عشقت سواه. جرح الحبيب على شي صعيب وش حالي يتيم ملهوف عليك واشهد بالله ما عشقت سواه. ونجيك يا سيدي ونجيك يا سيدي بشمو في ايدي بشمو في ايدي والنار في قلبي تحرق وريدي تحرق وريدي. الله يا بابا وسلام عليك. يلا نزار. والله يا بابا هوايه يعني عتب في قلبي. يعني هذا الصوت الحلو انت عندك وانت في ذا فويس وصابر الرباعي بفريقه وكاظم الساهر القيصر لفلك وشيرين. لمياء يعني حظك ما يشبه شكلك وصوتك. يعني صوتك وشكلك احلى من حظك. كيف انت يعني ما شايف انا وين؟ لا بفهميني بالكليبات وين يعني كليباتك وين؟ انت المفروض تكوني في مكان اكبر صح ما مصطفى؟ توافقني الراي؟ انا راضيه باللي انا فيه. هي اللي هلا بصراحه عجبني. انا اختلف مع حضرتك نعم. بشيء. مش كل المسارح تكون هو قمه الفن او ابداع. لا هي بفيديوهاته. لا انا احبها واحترمها. انا بس خلينا نكون صريحين. ايه؟ صوت لمياء ايه؟
يعني المفروض هسه هي مشهوره جدا على الصوت العربي، انا اعرف كل العالم بس بيعرف احنا عنها. نريد ايه يعني اعلى لان انا قاعد اسمع صراحة اصوات انا مش في مكان ايه اقل من لمياء بهوايه. شوف انا مش لانه وهي حلو هذه مع لمياء. بعض نشتغل او هيك، هي كوجود لمياء جمال عربيا على الساحه العربيه هي افضل صوت العربي بعصر الحالي. الله عليك. انا مش كمجامله لانه انا اشتغل مع كثير يعني عظماء هي العرب أفضل صوت بالعصر الحالي بعصر الحالي من العنصر بالجيل الحالي. هي افضل. لا والله مش شكر، هذا في حقيقه. فنانين اكيد لا في فنانين، يحب كثير اصوات على لا فكره. في فنانين كثير بالجيل الجديد حلوين ولكن انا كملحن تجربتي سجلت اكثر من 700 اغاني تسجيل، مش قليل هذا. اكيد طبعا مش قليل، خبره كبيره. يعني احنا كل يوم 10 ساعات باستوديو انا ولمياء. بس انت تشوف انه هي ماخذه استحقاقها كصوت كلمياء جمال، كجمهور، استحقاقها كجمهور له اعلى بهوايه. شوف كجمهور اخذت يعني كل الجمهور بيحب لمياء جمال. احب يعني حب الجمهور لفنان هو اكبر مكسب لفنان، ولكن راح تشوفون على مسارح اكبر واماكن اللي الناس بتنتظرها ان شاء الله. ان شاء الله. انا اطمح حلو يعني اطمح تكونين اعلى وأعلى. لو قبل مثلا 5 سنوات وقفت على هذه المسارح، صح في موهبه بس مو مثل ما حاليا. يعني انا تدربت كثير مع الاستاذ هالكوت. يا سلام. وطورت من نفسي كثير، ما كنتش قادرة أقف على المسرح وأبدع مثل الآن. يعني في فرق كبير. الحمد لله ما وقفت قبل، الحمد لله. الحمد لله الآن أحسن. الموهبة اختمرت أكثر. أكيد تمام. أكيد. جميل الكلام. مخرج نعطيني بس الصورة الفيديو اللي تغنت الله، هاي الفيديو هنا شكل جميل لمياء جمال بالحجاب. اعطيني ميديا الله يوفقك حتى اعطيها السؤال اللي في قلبي. غنت وبالحجاب والان هي بدون حجاب. يعني هذا لا ما احرجها والله، بس اريد افهم. هذا الفخر والله مو فخر. نجمة ذا فويس وشعر مفتوح، فكرة لبست الربطة، تحجبت تحت الزواج تقعد بالبيت. الحجاب رام مع الغناء؟ تغني وانت محجبة ولا لو تحجبي تغني بالبيت؟ ما في شيء اسمه شخص محجب، ما في. هذا مو ليش لبستي؟ ما في شيء اسمه محجبة. أنا برأيي هيك. هذا النعت والصفة اللي عاطينها للمرأة إنه محجبة دائما. هذه محجبة وهذه مو محجبة. يعني هذه شو يعني التفرقة يعني شو الفرق بينهم؟ هي مرأة بالأخير. اللي تتحجب تلتزم بالحجاب، لا تقعد بالبيت تكون بعيد عن الفن. أنت تحجبتي وغنيتي ليش؟ أنا أصلا ما غطيت شعري كله، بس بالعمرة رحت على العمرة وفترة 6 شهور بعد العمرة 6 شهور بعد كنت العمرة. غطي شعري ليش؟ احتراما للمكان اللي كنت فيه. أنا مادام أنا بالعمرة رحت وكنت محجبة أنا مرتاحة هيك. هذيك الفترة كل شخص حر بحياته. أكيد. يعني ما حدا له دخل في الثاني. احترم كل واحدة شو ما تلبس احترمها. لكن انا احس انه غلط كلمة محجبة. شو ما لها معنى صراحة. هي مرأة. ليش نصنفهم واحدة محجبة واحدة مو محجبة؟ ليش؟ يعني شلون؟ ما يصير نصنفهم. بس انت تقولين المرأة ما يصير نصنف وحدة مرأة محجبة. ايه في واحدة اللي تلبس يعني اللي مثلا تلبس هذا مثلا انا هنا بهذا الفيديو غرتي مبينة صح؟ هذا يعني في نسوان تشوفها مو محجبة، في نسوان تشوفها محجبة، في نسوان تقول هذه يعني مو مزبوط، هذا في اللي يقول محتشم، في اللي يقول شو هذا. فما في شيء، كل حدا راح يصنف شيء بكيفه براحته، هو حسب ثقافته، حسب شو على شو تربى. تقول للناس احنا نشوف ناس بالحجاب. انا ضد كلمة محجبة ومو محجبة. هاي اوكي احنا قلنا البنية تحجبت واحد يمكن تبتعد عن الفن. ليش؟ ظليتي اوكي ظليتي 6 اشهر بالحجاب. طلعنا اكثر من 300 فيديو بالحجاب. ليش ما ظليتي بهذا الستايل؟ حلو. انا حبيته احبه. ممكن كمان تطلع مرات ثانيه فيها عادي. اطلع ما اقول لك مش صفه هي محجبه. اللي قريب من الله مش شرط يلبس الحجاب. اي صح. القرب من الله مو يعني تلبس الحجاب وتغطي شعرك. وعلى فكره كثير ناس يقولوا لي شو هذا مو حجاب. الاراء تختلف. يعني لمياء تقول اللي يكون قريب من الله سبحانه وتعالى من النساء مو الا محجبات. طبعا هوايه مو محجبات قريبات من الله سبحانه وتعالى. اكيد طبعا. وفي بالقلب إن كله بالقلب. انا يعني ممكن اطلع شعري كله مغطى هلا
لكن انا احترم كل واحده شو تلبس، هذا حريه شخصيه، شو ترتاح تلبس. ما في شيء اسمه محجبه ومو محجبه، هذه كلمه المجتمع اخترعها وما في منها. انا برايي هيك اشوف، المجتمع اخترعها. المرأة شنو؟ مرأة هي مرأة، المرأة كل شيء، المرأة هي اللي جابت كل هالناس، جابتك، جابت ماموستا، جابتني أنا، هذه المرأة، وأخت وبنت وأم، وهي اللي تهتم بالبيت. مثل أنت حبيبي، أنت حبيب أمتك، يعني تحب أمك دائما 24 ساعة بصيرة أمك. أكيد. نزار أنت تحب أمك كثير. أنا أحب أمك كثير، أنا وحيد إلها، بس هالولد عندها، بس نزار عندها أمك، أنا وحيد. الفقير الله يحفظك. شو الفقير؟ يا شو الفقير أنت حبيبي؟ أنا فقير، أنا جدا فقير، بس هي أطيب منك. أنا أحبها أنت طيب جدا. أنا شرير يا جماعة شرير، بس أنا طيب والشرير ما أعرف. نقول لها إنه نحبها من البرنامج، نقول لها إنه نحبها كثير. الله يطول عمرك. والدتي تحبش كذلك، وأنت حاكي أمي طبعا كذلك لما حاكي مع والدتي. ماما أظاني من خالهم شي أبيه، أظاني تو من خالهم شي أبيه. بلا تو دايكت كردة. بالله إيه؟ دايكت كردة طالبانية. من يا جماعة بأمانة من خالهم كاك بافيل طالباني كوري مام جلال خو عفويك أظاني تو كاك بافيل من زور كاك بافيل مخوشوي زور بي ريزو احترامي هيا لكي خوم زور من دايك كردة طالبانية هو خالهم بيت ماما صار أظانيتي أنا اوكي كاك بافيل خالهم بيت انا ما زانم كداكي تو كردة طالبانية بلا ريزو احترامي هيا كاك بافيل خوشوي. والله كاك نزار من بعام مروفيكي دور من الرق وشي رق الله كراهية ما عندي بحياة على أي شيء. أحترم كل رئيس بوهم مكسك دادنا بخوشي سيبو مكسك كخدمتي ولاتمك كردستان بيش الله هم مكسك جاي رئيسا بس طبعا أزواقش سليقش فرق ذاك أبو هركسك وانيا شون سليقي هركسك فرق كابو كسكيكا لنزيكي اكيد كسكي خوش كسكي اكيد رؤياك هي اكيد ريزو احترام هي بس ريزو احترام بوهم ولا اكيد بوكاك بافيل. انا مقدم برامج قلت له انه انا مقدم برامج يعني لكن والدتي كرديه وانا احتز بها اكيد واحتز بشعب الكردي اكيد العظيم. اوصف لنا الزعيم الكردي الكبير كاك مسعود بارزاني بجمله. كاك مسعود بارزاني هو قائد الأسطوري والزعيم للشعب الكردي. نعم. وما راح يجي شخص مثل هذا حضرته يعني إلا 100 سنة. والحظ لأي قومية حظ لأي قوم يعني محظوظ. قومية محظوظ اللي عندهم شخص قائد الأسطوري مثل الزعيم الكبير كاك الزعيم ساروك كاك مسعود بارزاني. يا سلام يا سلام يستاهل اكيد ابو مسرور الكبير هذا احنا اكيد نحبه كل شيء اكيد كلنا نحبه هو معروف بكل العالم على فكره. ها انت بتونس معروف كثير اكيد. تقول هي من تونس وتقول الزعيم مسعود بارزاني معروف كثير عندنا. غني لنا شيء بالكردي. انا خالي قبل اروح كان يحكي لي عنه يعني من زمان عن كاك مسعود. أيوة. غني لنا شيء باللهجه عفوا باللغه الكرديه وليس باللغه الكرديه. نعم بالكرديه. ويلا يا كاك مسعود الكبير يا كاك مسعود بارزاني كردي ويلا تما كردستان جيو مسكان ما كردانا ولا تجمر روحو جانا كرد همو برانا. جميل. ماما الصامعين خوي ساقراني وتي باديني سوراني نعم بله بكردي بلي باديني بله موسى باديني أظاني تو من باديني قصدكم بله تدقمو الناس أطلصت بس تدقم قصدكم ستراني كاني كتمر دكم باديني بيقومان تيجي باديني ماما الصامعين وتت بيمتو خالتي سليماني من سليماني خالك سليماني كان صارت لقركي الشيخان لشاري سليماني لدايقو باش كي هاتي بوها ولي من لهتاكو صالي 1992 نوتسي لشاري سليماني بوم بيمان جاي هنا لجوانا كان مليو تاو كردو باشا من لهات ما هوليرو باشا بو ألمانيا ماما صابر سياركم هيا عمي بصانم ماما صار كو الزهير مواليد كان يعني اوكي باش مالي بكردي بس اقول الشهر
واليوم انا مولود 10/4 والسنه ما اقول باشا. استاذ مالت الهوليره بله هولير خوشو هولير زور جوانا اكيد هولير شاركي زور شيرينه خلقي هولير زور باشن زور خلقي كي باشن وايا هولير تو اويني ميجوي تو ديني وامرو دات يلا غني، لا تستحين غني، تفضلي بيدي. هو في غير طبقة. يلا انت على غير طبق طبق. يلا هولرت اويني ميجويت تدويني وامرو داتويت هولر سيمفونيا اوازيت بوهم وانجي جايشان ازيد هولر هولر هولر. اغنيه مشتركه بين فنانه لميا جمال وفنان ميرا علي. تحيه والف لميرا علي، تحيه كبيره له. وعطى ضجه كبيره الاغنيه لما نزلت، نجاح كبير جدا. تحيه والف للصوت الكردي، الفنان الكردي الكبير ميرا علي. انا بحب صوته، وفنان مبدع وخلوق كاك ميرا المحترم. في بالي سؤال صراحه، قبل فتره قلت النشيد الوطني العراقي راح يتغير، واني راح الحن النشيد الوطني العراقي بمعنى موطني موطني الجلال والجمال، وراح يلغي يجي نشيد عراقي جديد ولكن من الحان الموسيقار هالكود زاهير. منو اللي قال لك انه، او قال يعني طلب منك طلب كانت الفكره طرحت على كم اشخاص لحنوا، مثل كاظم الساهر كمان هو كان موجود بالقائمه. لحنت اول شيء اغنيه طرحت، بس ما كان في قبول 100% على البرلمان. القيصر كاظم الساهر قدم لحن، ولكن لكن بالاخير كشاعر الكبير كريم العراقي الله يرحمه طبعا، ومع ما بحب اذكر اسم الزعماء السياسي، كانت رئيس الوزراء السابق العراقي اتصلوا بي مع استاذ كريم العراقي علشان ألحن نشيد الوطن العراقي جديد، ولحنت زين وقبلت بصوت الأجمعين بالبرلمان، ولكن يعني وقفت العمل بسبب معين ما بعرف لحد الآن، ما بعرف. أنا عملت يعني ممكن لو مشاهدينا الكرام، لو النشيد الوطني العراقي موطني موطني الجلال والجمال يلغي، يأتي النشيد من ألحان الموسيقار الكردي. عراقنا حبيبنا، عراقنا حبيبنا في قلبي والعيون، غير عراق ما لنا لولاه ما نكون. توحدت عراقنا والعزم في أعماقنا، فداك يا عراقنا المال والبنون. زين. رب سائل يسأل هنا. نعم. أنا حكون محايد. نعم. وطلبوا منك أن أنت تلحن النشيد. زين، الناس تقول ايوه ليش من الموسيقار الكردي هالكود زاهر؟ وفي في موسيقى قل ناس كبار بالعراق، ايش معنى جوي عليك انت؟ يعني اللي هو في اكبر مني ملحنين بالعراق كعدد؟ انا ما اعرف، يقولون اكو كبار، ما قلت اكبر، انا ما قلت اكبر او هم في اشخاص كمان موجود. ايش عجب تم اختيارك انت؟ ليش؟ لازم تسال السياسيين العراقيين ليش اختاروا هالكود زاهر. يعني اختاروا اختيار سياسي؟ شوف، لا مع احترامي للجميع العراقيين اللي موجود، استثناء بعلي بدر صديق حبيب الملحن العظيم وانا بحبه، ولكن الملحن العراقي ما دقوا على المستوى الكبير لا عالميا ولا عربيا. هم اللوكال على مستوى العراق. بس عندنا احنا اصبر انت قلت عندنا علي بدر كبير. شوف علي بدر، علي صابر هذا غزل الوطن العربي. عندنا نصرة البدر. شوف مين اللي هم اخذ جائزة احسن ملحن بالشرق الاوسط؟ اي واحد منهم، اعطيني اختار واحد. انا ما متابع، ما اعرف مين اللي مستوى عالميا اسمه موجود. لا خليك انت ملعبك حوار، انا ملعبي كمان حوار حبيبي. يعني انت مين احسن من علي صابر؟ لا مش انا ما انافس نفسي على اي شخص من الاسماء اللي قلت، استثناء علي بدر بحبه، هو ملحن ناجح وشاطر. الاخرين مع احترامي انا مكان وهم مكان اخر. يعني ما مصلح الكوت الكوت، انت تشوف نفسك بمكان صراحة تريد صراحة اتكلم. تفضل. صراحة ما مستوى يلحن الطرب الثقيل غير شيء. صراحة انا الالحان في اغاني الي انا كمان، هي اللحن اول شيء مو طربي، ما فيه مغنى دقيقة خلي اكمل كلمة هاي.
وثاني شيء اكتشف كثير الحان حتى الي، والكل الفنانين اللي ضربوا هدول كلهم كوبي بيست على بعض. وثاني شيء ماخوذين من الحان قديمه اخرى، تركي، من فارسي. ايه كلهم كلهم يعني ما احب اقول يعني 99% بس ما اجيب يعني اغلبهم الملحن يعني خلينا نقول الكردي جميل انسان يحب نفسه ويعتز بنفسه، اكيد هذا الشيء مقبول. شوف ولكن تشوف نفسك في مكان وعلي صابر انا ما اجيب انا شوف نصر بدر صديقي حبيبي بحبه على شنو سندت انت؟ شوف حبيبي نعم. جيب اي حدا منهم ملحن عراقي من القديم، من اليوم اللي تاسس العراق، دوله العراق لحد اليوم، زين جيب ملحن عراقي اخذ جائزه احسن ملحن بالشرق الاوسط، واحسن جائزه بمستوى اوروبا، اخذ عالميا جوائز، وهلا اسمه تكون رصيد، انا رصيدي ثاني عالميا. هلا كم لحن 2905 وعلى اقرب وقت ان شاء الله من قبل الامم المتحده ومسام وسيسام الفرنسي راح يعلنون ان اكون اول ملحن على تاريخ عالميا على عدد الالحان. بامانه يعني نصرة البدر ملحن 4000 اغنيه. شو وين لما مسنده مكتوبه؟ لازم تكون في سند، مش بالكلام. مش مع احترامي قال لي 4000. مع احترامي حبي لصديقي وبحبه كثير محترم هو، ولكن هذا الشيء مش لازم. انت افضل منهم بالعدد بالنوع. انا ما افضل بالجواز بدك احنا بنقدر ناخذ جواز، اذا عاد جواز كنا نقدر. وليش ما اخذوا؟ ليش ما اخذوا؟ جزء ماخذين ما اعرف اسالهم. لا لازم في جوجل يعني في جوجل تدور عليها. التكريم مو قياس. تكريم بالمهرجانات الرسميه كيف مو قياس؟ مش قياس؟ لا. شو قياس؟ الاعمال هي القياس. اعمال؟ طبعا اعمال، بس لازم في تاخذ جائزه مش من العراق او مش من عربيا، تاخذ جائزه بغير دوله ويقوموك بمستوى. زين ماكو ملحن. طيب انت شوف نفسك، اكيد انا معك، انت مبدع وراقي وشوف نفسك في مكانه من حقك. زين على اقليم كردستان ماكو ما اجى شخص كسر الرقم اللي انت لا عراقيا لا عربيا ما في. شو كردستانيا شو عراقي؟ عربيا ما في. الله عليك. عربيا ما في، تركيا ما في. كانت احنا ثلاثه، انا دكتور سورمان الهندي والامريكي. لا انا اكثر من كلهم. قبل 5 سنين كان موسيقار المصري حلمي بكر، هو كان ازيد مني، كان قبل 5 6 سنين ما شاء الله. ولكن انا هلا ثاني عالميا، وفي واحد امريكي هو اللي عمره 85 سنه. راح قبل ناخذ فاصل لازم نرشحك لجائزه جوي اوورد، ورشحوني هلا بنشوف ان شاء الله. ان شاء الله. اعطوني فاصل، بعد الفاصل نتواصل للمواضيع حلوه. اعطوني فاصل. رجعنا لكم من بعد الفاصل. لمياء مساء الخير، نورتينا. مساء الورد. يحشون بالفاصل بعد شو هذا المصيبه اللي انت وقعدكم مصيبه والله. خليتك تقول انت احسن واحد على مستوى العراق، راح نصرة البدر يزعل وعلي صابر راح يزعل منك. انا قلت لك علي خربت علاقتك بيهم. انا قلت لك فنان ملحن علي بدر مبدع وبحبه. شلون؟ يعني يعرفوا نفسهم، ما في داعي ليش حدا اذا هم فنانين فعلا يعرفوا شو هم. يعني طبعًا الفنان يعرف نفسه، ما يجامل نفسه. ليش يجامل نفسه؟ تسامع اغنيه تحلى سنين، ذيك سنين من راحت ما نعرف وين نصرة البدر وسعدون جابر ايش سوت. اموت عليك. شنو سامعها؟ مبروك على نجاحاتهم. انا مش من نوع سامع الى هنا وتنتهي عشرتكم. لا والله ما سمعت بصراحه. لا والله ما سمعت للاسف، من سوء حظي. سوء حظي. من سوء حظي ما سمعته. ما سمعته على راحتك. من حقك. نزلت ألبوم. ما يعرف. انت سمعتها على سنين؟ لا والله. انا وياه والله ما سمعت. اوكي ما سمعت فعلا ما سمعت. تعال اعطيني مخرج ميديمي فدوه. ديانا حداد، إلى هنا وتنتهي عشرتكم المو حلوه. سامعها ولا ما سامعها؟ اكيد سامعتها انت؟ اكيد اعرف. انت سامعها؟ انا عندي اغاني من علي صابر كاكا نزار، عندي كثير اغاني. سامع محمود تركي ضمن اريد بحضنك انضم واستريح، ضمني محتاجك حيل. انا بسمع سامعها؟ فيروز،
بسمع نجاة الصغيرة، بسمع لمياء جمال، بسمع فنانين اللي موجودة، ميرا علي، لوران محمد، عدنان تيمور، البروة، أسمع هذولا، أسمع مياد الحناوي، سميرة سعيد، يعني علي حجار، من العراقيين. فضل شاكر. من العراقيين. من عراقيين؟ اي يلا قل ايش تسمع. تعال يلا قل ايش تسمع. بالقديم. لا من ناظم الغزالي. من الحديث. اوف ناظم الغزالي الله يرحمه. هو يحب القديم ماموستا، يحب القديم. لا اريد الشباب، لا تساعدي انت. والله لا تجيبني بهالموضوع. مو تحب شو اسمه ماموستا؟ مين؟ ياسر؟ ياسر عبد الوهاب. ياسر عبد الوهاب فنان، فنان ومبدع جدا، وصوته حلو واحساسه حلو. غني لي شيء ياسر عبد الوهاب. انا مش مغني، خاف الله. صوتك حلو. حلو. اي كثير، وفنان محترم وصوته حلو، احساسه حلو، الحانه واغانيها كلها حلوه وحتى شكله محترم. اكيد يعني تحيه والف للفنان الشاب الجميل المبدع ياسر عبد الوهاب. صوته قيمه عراقيه كبيره، احنا كلش نحبه اكيد ونحترمه. شوف انا اسمع شيء زين، اسمع شيء مفيد. صوته أنا راقي كملحن مو مثل حبيبي يعني مو مثل نزار 100%. أنا تسمع أنت هيك، وممكن أنت تكبروا الأغاني على مزاجك. صح، تقول هذا على ذوقي. أنا أتفق معك. أنا أسمع فضل شاكر، فنان المبدع العبقري. الله العبقري فضل شاكر. شلون شفتوا الأزمة الأخيرة لفضل شاكر مع راغب علامة؟ بس مع من أنت؟ مع فضل أم مع راغب بأزمة الأخيرة؟ أي ما أعرف. انت نعلق ليه تخاف؟ انت دبلوماسي، انت مو دبلوماسي. انا اكيد مع فضل شاكر. انت داخل انتحاري. انا احب شي نوع من الحوار. مع فضل. انا مع فضل وبحبه وصديقي وبحبه، وانا على تواصل مع فضل، مع استاذ فضل شاكر، وانا اعتبر هو اعظم مطرب العربي بعد عبد الحليم حافظ، ولا راح يجي حدا ولا راح يجي حدا مثل فضل شاكر. وقف فضل شاكر بعد عبد الحليم، بعد قيصر الغناء العربي كاظم الساهر. يعني وين؟ بدك انت تقيم كاظم الساهر مع احترامي حبي لي مع فضل شاكر؟ لا 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 لا، انا اختلف معك. يعني القيصر كاظم الساهر فضل شاكر. انت ما تكبروا الالقاب يا حبيبي القلب، يعني ما تكبروا الالقاب، هو تاج على راس. شو هذا الموضوع؟ مع احترامي كاظم الساهر فنان كبير، ولكن انت سامع اغنيه انا وليلى؟ طبعا لحن الكبير كاظم الساهر. يعني انت ليش تدرس مدرسه الحب؟ تدرس انت شو تدرس؟ مدرسه الحب تدرس في الخارج. مين؟ موسيقى اغنيه مدرسه الحب للكاظم الساهر تدرس في الخارج. وين اعطيني عنوان الموقع. والله ما اعرف يا دوله حرجع. انا ما اقلل من فن الكاظم الساهر، فنان محترم اكيد، ملحن ناجح جدا. شوف لو انا كان عندي شيء ما اقول ملحن ناجح، كاظم الساهر ملحن ناجح. كصوت فضل شاكر احلى؟ فضل شاكر احلى من كاظم الساهر 100% احسن منها احساسيا. اوكي كقيمه فنيه، كقيمه فنيه فضل شاكر كصوت احلى، كقيمه فنيه اكبر. فضل شاكر اكبر من كاظم الساهر. من كل اللي موجوده. شاكر اكبر من الكل، اكبر من كل فنيه. يعني كلهم فنانين، بس نحن نحكي لا 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 فضل شاكر الصوت واللي حد الان يغني مع كل اللي صار معاه. ما في مقارنه. اوكي كصوت افضل، كقيمه كل شيء فضل اكبر. فضل شاكر سمعت يغني الطرب؟ فضل شاكر محترم جدا على صراحة أنا ما أشبع من صوته. إيه لما أسمع من زمان. أوكي زين، هذا أهم أجيكم. دواء كشهرة من الأشهر؟ كاظم الساهر أم فضل شاكر؟ هلا فضل أكيد. فضل أكيد أشهر من كاظم الساهر بكثير. بالسعودي واطلع والله تطلع أروح لازم أطلع. أنت قبل البرنامج كقيمة فنية فضل شاكر حبيبي. ليش قمت شو وكشهرة أعلى من كاظم؟ احنا نروح والله. خلص لا كمل لي أكثر من كلهم. فضل شاكر أحسن. الله عليك أحسن مطرب. ليش نزار؟ ليش ما تتقبل؟ لازم أنا أحب أكمل حوار. أنا واقف حبيت اوقف واحد. ليش انت زعلت؟ والله ما زعلت، اوقف واحد. احنا قدرنا نزعل. احنا نحب كاظم الساهر، نحب الكل، بس نحكي هو عم يحكي ماموستا فنيا وكذوقه كمان. لا تنسى انه هذا ذوقه وانا كمان معه في الذوق. انا كملحن اللي هي نزار حاليا السوشيال ميديا كلها تحكي عن فضل شاكر. شو هالكلام؟ لا ما في. شوف انا اقول لك للاخر كلمه عشان ما تعيد السؤال. فنان العظيم الصوت اللي ما تجي فضل شاكر اعظم صوت في. بس اقول لك شغله ما مسطح، ما حد ما اجاني ضيف في برنامجي ايش يحكي بس يقول لي شخص اشهر من كاظم
كيف وقفت انصعقت. تقول لي كصوت احلى، اقول لك ممكن كطرب كعرب، انا ما افهم بالعرب والكذا، انت ملحن موسيقار انت تفهم. بس تقول لي على الاقل كشهره، كاظم احتل الدنيا، عمرو دياب احتل الدنيا، انا احب فضل شاكر، بس مستحيل شهره تفضل اكثر. بالنسبه لي عمرو دياب كمان اقوى من كاظم الساهر. شنو اقوى من كاظم الساهر؟ اقوى شهرتيا كل شيء اقوى. ما مصطفى عندك شيء ويا كاظم الساهر انت؟ لا والله زعلان منه؟ ماجد مهندس افضل من كاظم الساهر. اوقف. من؟ فنان ماجد مهندس افضل من كاظم الساهر. اوقف لي. ماجد المهندس افضل من كاظم الساهر، قالها الموسيقار الكردي هالكود زاهير. افضل باي نقطه؟ باحساسه، بادائه، بروحيته، بحلاوه صوته. كاظم ساهر مؤدي ناجح وملحن ناجح، ليس تملك صوتا حلو. وبرنس الغناء العربي ماجد المهندس شنو؟ عبقري. والله انا ضد هذا الشيء. عبقري. ايه عبقري. نزار انا ضد هذا الشيء. انا بحب ماجد مهندس جدا، والصوت حلو وراقي واحساسه جميل جدا. خلينا نسمع لمياء ما تقول. احسن صوت العراقي هو ماجد مهندس. الله قوية. ذوقك. قول هذا ذوقي. البرنس ماجد المهندس افضل. ذوقك من حقك. اتفق معك، هذا ذوقك. انا احب ماجد المهندس، اذوب فيه. انا ما راح اقوم. انا ما اقوم. شوف على ماجد المهندس. قبل شويه قمت من قال فضل شاكر احسن من كاظم، قبل قمت اروح. بعد تقولي ماجد المهندس راح اقبل. بس فضل انا احب ماجد المهندس، ذوقي ماجد المهندس. فضل شو؟ فضل شاكر انت سامعه؟ اكيد. كيفك عفراي؟ صح. جديد تكسر الدنيا. احكي عن القديم والجديد. كل ما سامع الطربيات القديمه كمان. مع سامحني نزار، خلينا نغير تقارن به وما هذا موضوع. خلينا نغير. يلا خلينا نغير. غني لي خليل فضل شاكر. يلا والله ما حفظت. ساعات تمدح لي فضل ما حافظ. ايش يغني فضل شاكر؟ انا وياه تمدحوا الفضل ما حافظين الاغاني. يلا ايش حافظين له؟ شو حافظه انا والله. فضل أو في فضل أي أغنية. على قلبي داب في هواك وكفاية للوسهر وعناد ويايا، جوا عيوني حنين وغرام مشتاق لعينيك. قلبي ندالك أيام وليالي وانت ما بتغيب عن بالي، وتروح وتسيبني عليك مشغول. الله بس شوية ما مجهزة حالي ليها بصراحة، بس أحبها. هذه أحلى أغنية عندي لفضل. إذن لمياء سؤال، إحنا نسمع صوتك نحس به حلاوة جميلة وصوتك حلو، أنت شلون تسمعين صوتك؟ المطرب كيف يسمع صوت؟ إحنا نقول الله. حلو السؤال. أنت تحسين صوتك حلو؟ ذكي والله. حلو السؤال. أنت لازم تكون أهم ملك الحوار بالعراق. حلوة. ملك الحوار. سؤال حلو. أنا ملك الحوار. أنت ملك الحوار بالعراق. شوف أنا هذا فنان، أحسك فنان كثير فنان. شلون السؤال هذا؟ محل ما سأله حلو بالعراق. لو في 5 يعني مذيع شاطر، اعلامي شاطر بوطن العربي، واحده منهم انت. هذا ذوقي. هذا ذوقي. شوف راجني. بس انت ما تخليني انا عندي احترام وحب لكاظم الساهر. اكيد لا افضل. ايه يعني انا من 5 عشان ما بحب ناس يكرهوني يقول شو لا هو فنان وملحن. خلينا نكمل. لمياء احنا نحس صوتك عسل حلو. انت شلون تسمعين صوتك؟ المطرب كيف يسمع صوته؟ تحسين صوتك حلو؟ انا احس صوتي حلو. اكيد يعني استمتع من اغني. استمتع. انت من تغنين تستمتعين بصوتك؟ تنطربين على صوتك؟ اكيد طبعا. احب ادخل بداخلها حتى اعرف كيف تسمع يعني صوتك. اسمع اصوات اخرى كمان، بس لما اسمع صوتي استمتع اكثر. تسمعين صوتك وتغنين لايف ولا بعدين تسمعيه؟ لا يعني اسمع صوتي لما اغني في اللحظه نفسها. هلا مثل توا حسيت احساس اكيد احلى من اسمع فنان ثاني. يحس باحساسه طبعا. ولما اسمع نفسي في التسجيل كمان احب اكثر. يعني احس تعرف اقول لك سر، مرات انام على صوتي بالليل والله. اغلب المرات والله اخلي بدون ميوزك، بس لازم اسمع صوتي هيك وانا اغني اكابيلا
وانام. صوتي ما اعرف مريح يريحني والله ما بعرف. حلو والله تنام والله على صوته، العظيم. تشغل روحها وتنام، تسمع صوت والله العيال وتنام. الله والله والله حبيت ما الموضوع. انا ما اقول هاي اول مره اقولها. صوتش حلو، كل العالم العربي وكل كردستان بيحب صوتش اكيد. ايه انا اشكر المستاذ. حتى الايرانيين بيحبون صوت الايرانيين لميا يحبوها كثير جدا. اي والله فكرة لجمهور تحيه كبير بإيران. للايرانيين والله نحييهم. شلون ما مستر بالفارسي اقولها؟ حيينا الشعب الايراني. نحيي الشعب الايراني. سلام براي سلام ملتي براي إيران. ملتي ايران. واو محترم. اكيد محترم. محترمين، هم يحبون قشنج. الفن والفنانين. خيلي قشنج. خيلي هم يحبون قشنج. الفن والفنانين وشعب محب للحياه. احنا ليش جينا اليوم للمقابله؟ الموسيقى. هذا احنا ليش جينا؟ لا والله بالعكس ما حرجتكم. والله كل مره بيقول لا في شيء سؤال. والله انا اصلا ما حرجتكم، انتم اصدقائي تدرون بيجي يضحككم كل شيء ما مسوي. ايه خيلي خوبي. خيلي خوب. خيلي خوبي لمياء. زين. اريد اسمع المشاهدين اغنيه اجنبيه. صوتك كيف تطلع؟ بس اي تظهري لي يعني الطاقه الفنيه الكامل فيها. انا ما اعرف انت ملحن بحيث تصعدين بالطبقه تنزلين، انا ما اعرف، بس اذا اقول الله 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 واعوف الكرسي واقوم مثل ما قمت قبل شويه. استعرضي لي قوه صوتك باغنيه اجنبيه. يلا. حلوه. شو مثلا؟ كيف؟ ما الفرنسي هذا؟ شو فرنسي؟ احنا نحب الفرنسي نطبق. غنيتها كثير مرات هذه. حلوه بس حلوه. عشان ما يدير. اوكي. شو يلا. مثلا؟ انجلي؟ انجلي؟ انجلي ولا يلا. فرنسي؟ اوكي. راح تغني الفرنسي. لا فرنسي؟ يا مش سلام. انجلي. تجيدين اللغه الفرنسيه لمياء؟ تجيدي هل تجيدين احنا اللغة نعرف لغه الفرنسية؟ ثانيه كمان ما حد ما يعرف. لا، إذا تجاتيك واتك مش واتفا صبر. تجيدين؟ نعرف لغه واحده ما نحكي ساعه ولا حد يفهمنا. اوكي. يلا. لا احنا نريد الكلام اللي احنا نفهمه. يلا انطلقي. بسم الله. يلا. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi, pour la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, Nizar, alors je sens en moi mon cœur qui bat. الله الله فاهم الكلام. الله يمدحك. قلت له صحيح نزار. يس اقول لك سي توا بور موا، انت الي وانا الك. اكيد. لا 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 اكيد. ما مستحيل. ايه انا هلا تسمح لي اعطيني أكيد. تسمح لي اعطيني دقيقه مجال. يلا قبل قول. انا اسالك سؤال. ايوه. انت من سنتين قلتي مع موسى انا راح ازوج. ايه صحيح. وين صار المشروع زواجك؟ خلي المجتمعين مش ما تقطع ما اقطع المونتاج ما والله. تقطع. قلت إيه، راح تتزوج. تتزوج. وين وين؟ زوجتك؟ مين؟ وينها؟ هي؟ امرأة. مين هي؟ ما تعرفوها. لا لازم تقول كيف ما نعرفها؟ احنا اصدقاء. صح. انت بدايه البرنامج تقول إيه. اصدقائي وحبايبي. قول يلا. ما اتذكر. ذكرني من هي اوف كانت. لهالدرجه مو مهمه؟ لا مهم. لا بس ما ذكرني. من هذا كثير يعني انت بتتعرف كثير بنات يعني هيك؟ لا ما اعرف بس ما ذكر كان الموضوع. زواج. انا اسالك على الزواج. هو اصلا لسانه ملسن ما مستوى التونسي نقول. هو يعني شنو؟ يقول كثير كلام حلو، إيه. يتغزل كثير، لا والله فاكيد ما كل شو البنات صار؟ تحبه. شو صار؟ لا والله مو هيك. ما تغزل كل البنات عمي. انا ممكن انا اشوفك تتغزل كثير. انا مجامل. اوه اجامل كثير. مجامله؟ ايوه انا مجامل. تجاملني يعني؟ لا تتي.
وفرت الموضوع علي اساسا. اتفقنا عليه وينها مو انت دائما تعمل هيك للضيوف. للضيوف. كنت الزوجة منو كانت تذكرني بلي. مو انت طلبت حدا اقول على الهواء؟ اي قول. اقول؟ قول وين المشكلة؟ حتقول عنها؟ قول اعلن. اعلن والله اعلن. قل لم اقول. يقول كيفك؟ قول بلي حبيبي. قل له ما مستحيل بس طلبت ايت لميا جمال. اللهم صل مباشر على وانا محمد كنا بالمصر. عن جد؟ اللهم صل حقيقي؟ ما كنت تعرف؟ شو عن جد؟ يا طلبت منك؟ كلمتيني انت وانا وانت بالقاهره. لا بالقاهره كنا. لا في الاستوديو. اول شيء باستوديو بالقاهره سافرنا. انت ما شفت تدري. ما شفت. وهي وافقت بوقت ولا ما وافقت من تقدمت؟ انا اريد انا ما سالت هي. انا سالت انا من جد تقدمت لها لك. زي ليش ما تقدم لابوها؟ ليش ما قلت لابوها؟ ايش اقول لك؟ اوه هاي شلون تطلع منها؟ يلا قول لي. انا بمثابه اجي قدمت لك. زي ما تقدم لابوها اجي لك. انت ابوها. انا بمثابه اخوها. يعني انت بمثابه. يلا انت هم اجي وياك. كم راح طبعا انا متقدمت لها. انت قلت لها؟ لا كنت موجودة. أنا كنت موجودة. لا تدافعي. لا شوف لا تدافعي لك. والله العظيم جاي احنا عملنا خدعة عليك. الاستوديو تبعك هي كانت بغرفة ثانية كنت تسمع. فتحت المايك. أنا من قدمت اللمياء. أنت قلت لها؟ هي سمعت. إيش قالت بوقتها؟ ها؟ وافقت لو لا؟ ما أقول هذا الشيء. أنت وافقت؟ ما وافقت تقول. ما أقول. ما قالت؟ أنا الشرف أقدم لها. ليش نزار كم واحدة أنت حبيت تتزوج قبل؟ خطر هذا. كم واحدة طلبت منها؟ أنا أتشرف. هذا حكي صدق. بالعكس أنا أتشرف أتقدم لمياء وأتزوجها. نجمة ذا فويس. هذا بابا واخويا يشوفوك على شو هذا ذا فويس انا قتلني. نجمة ذا فويس شو برنامج مشاركة. هي الفنانة. هي السيدة الطرب حاليا على عصرنا. مستحيل كلمة. زين. فاني بابا اقول لك ما موصل. ام كلثوم بس اذا انا عصرنا. اقول لك اذا اتقدم لها يعني حنام على صوتها تغني لي وص على صوتها انا والله اتشرف. هذا شغل عيني موافقه. انا جاهز. اوقف بس انا صدق. قلت انت الشاق. اصبر. هذا بروبوزل. هسه عايز تعرف تقدر لي عيني موافقه نتزوج. وين الخاتم؟ اجيب لك موافقه نتزوج. قدام بابا. مو هذا بابا. وانت بمثابه ابوها. مش بابا اخوها. بس هو ما رادوا يشاقون. بابا موجود. بابا اسمه محمد. ومخرج. هم كانوا يشاقون بالبدايه عبال ما نحق رجال. هسه صدق اني انت مو ابوها. انا اخوها. ما تعمليش انا الشرف اتزوج لمياء. انا اخوها. انا عملها كثير مرات قبل. ما احب يعمل نفس الشيء هذا مع الضيفات قبل. هسه والله قبل لا يا اخي يا استاذ باونجلي مخرج. هو مو قال انه انا متقدم له قبل سنتين. انا ناسي ما اتذكر. هسه احكي صدق. هسه اني اوكي اتقدم لها. انت موافق؟ انا كاخوها. اي كاخوها. اخوها موافق؟ والله الك اكون اكيد موافق. علوه حياتي. انت موافقه اذا تقدمت اتزوجك لما؟ انا اسال بابا على برنامج. هذا ما اخويا. اكيد اخويا الغالي والعزيز عن جد. زين. اخويا في كردستان وفي تونس كمان. اي والله. مو بس. تمام. هسه انت موافقه تتزوجيني ولا لا؟ بس اسال بابا. لازم بابا يعرف. اشوف صورتك. زين اوكي. لا خلينا نقول بابا موافق. انت موافقه؟ خلي ما في ختام البرنامج. بس انت موافقه تتزوجك ولا لا؟ عادي ناجلها للحلقه الجايه. لا ما بدي. جاوبيني. انتم مو حرجتوني. انا صحتي صدق. انا هسه يا جماعه بامانه انه انا ناوي اتقدم لها راح اتزوجها سويها صدق. انت موافقه تتزوجي نزار الفارس ولا لا؟ انا شفتك سويتها هاي الحركه كثير مرات قبل بحلقاتك في مصر في هدول. انا ما احب هالحركه. بس انت موافقه ولا لا؟ مو على الهواء. لا احنا انتم ما دام حرجتوني على الهواء انا اتقدمش على الهواء. تخابرين ابوك؟ خابري ابوك يلا. والله خابري. تقول نزار الفارس مذيع عراقي تقدم لي يتزوجني. خابري يلا. بابا مو سهل. انا هم مو سهل. مو البرامج. بابا مو سهل. انا همينه مو سهل. انا هم مو سهل ولا ابوك مو سهل. خابري ابوك هسه تقولي نزار الفارس تقدم انت خوف. اصلا لازم تجهز كلمات شو راح تقول له بس تشوفه. ما مصطعوا في الموبايل. لازم تجهز قبل فتره. انا اقول خابري ابوك موافق. مو هيك بابا مو سهل. يلا موافق. والله انت خلصت البرنامج بثلاثة سؤال. واحدة زواج والثاني هو كاظم الساهر وفضل. على العموم انا الشرف اكيد اتقدم لها. انا اتشرف كمان بيك. الله صراحة اقول لك اي وحدة تتمناك. برنامج اي بنت تتمناك لانه انت انسان
محترم يعني ما شفنا منك الا الخير. الله يطول. والله كصديقي يعني. الله. واقول لاي واحده تحبك برنامج وانت ناوي معاها. هذا برنامج ولا جلسه شخصيه؟ ان شاء الله. يلا ايش تتمنى؟ ها؟ ماذا تتمنى بالجاي؟ يلا خلينا. والله اتمنى خير للجميع، سلام للجميع وللكردستان اكيد. اعمالك الجديده شنو؟ اعمالي الجديده اكيد عندي عمل جديد مع فنانه لمياء ومع فنان ميرا علي اكيد، ومع عدنان تيمور ولوران محمد وبروى ارسلان وإيلين إيلايدا متين ولافين دكتورة بلقيس ما شاء الله، شيرين خانة، ومن بعد الأسماء اللي كلهم موجودين قلت لهم ما شاء الله. ما شاء الله. هنر أحمد. عندي كم أعمال جديدة إن شاء الله بهالفترة. بالتوفيق. جديدك ايش تتمنين؟ أتمنى أمنية شخصية من بعد ما نتزوج إن شاء الله، هاي أمنيتك الكبيرة أعرف. إيه؟ أمنية ثانية؟ أتمنى السلام لكل العالم. بس إن أمنية بس أمنية. أتمنى عائلتي يظلوا بخير إن شاء الله يا ربي، وأتمنى الراحة لكل الناس والفرح للكل كل بدون تفرقة يعني. اللي حتى لأعدائي أتمنى لهم ينجحوا وينبسطوا ويفرحوا. لمياء نجمة كبيرة شكلا ومضمونا وقلبها نظيف راقي جدا وكبير. انت استاذ الكون نورتني وشرفتني. لازم اختمك. شكرا لكم. شكرا حلقه كاكا حلوه نزار كانت الورد. من اجمل الحلقات. شكرا نورتوني. شكرا كاكا نزار. انت الورد حياتي. شكرا لكل من يتابعنا. احبكم نزار الفارسي. للملتقى لازم اختم تحياتي.